السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. النهاردة هنعمل فيديو مميز، هنعمل مخبوزات قطنية هشة جميلة، والحشوة بسم الله ما شاء الله. يلا يا حبايبي، اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يدعمني باللايكات والاشتراك في القناة. شكرا على كل اللي حط لي لايك واشترك لي في القناة. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف احلى واجمل مخبوزات تنفع فطار عشاء والرحلات والمصايف. يلا نقول الطريقة بتاعتنا ونشوف المخبوزات الجميلة دي طعم ولون وريحة اتعملت ازاي. اول حاجة هنا معايا كيلو من الدقيق، انا خلاه كويس جدا. احط عليه معلقتين من الخميرة الفورية، معلقة من السكر، معلقة صغيرة من الملح. شايفين المكونات بتاعتي سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. خلاص كده احنا هنقلب الدقيق بالخميرة بالسكر، والدقيق بتاعي متعدد الاستخدامات. هنقلب بقى كل المواد الجافة دي مع بعض، وبعدين هنزل بنص كوباية من السمنة على الزيت. لو عايزة تعمليها بزيت تمام، لو هنا عايزة تعمليها زي ما انا عملتها ميكس بين السمنة والزيت براحتك خالص. ولو اول مرة تعجني وتعملي المخبوزات دي اعمليها، جربيها في نص كيلو بس. خلاص كده احنا قلبنا، وهنزل هنا بقى بالمية الدافية. هنقلب وهننزل بالتدريج لحد الدقيق بتاعي ده ما يختفي تماما. لو عندك عجان حط المقادير كلها واعجني في العجان. انا هنا هعجن بايدي مدة لا تقل عن ربع ساعة لحد ما يدينا الملمس الناعم اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. خلاص شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله بقت جميلة جدا، ما بتلزقش وناعمة وجميلة جدا. خلاص كده جهزت معايا احلى واجمل عجينة للفطاير. هنسيبها بقى كده ونغطيها ونسيبها لحد ما تختمر، ولحد ما تختمر العجينة بتاعتي يلا نعمل احلى واجمل حشوة. هنا طاسة هحط فيها معلقة صغيرة من السمنة، وهنزل هنا بصلة متوسطة انا فرمتها في الكبة، وهنبدأ نحطها لحد ما تدبل معايا. هنشوحها كده لحد ما تدبل بسيط. الحشوة بتاعتي النهاردة انا هعملها باللحمة المفرومة، وهنقلب كده. خلاص البصلة بتاعتي بدأت تدبل معايا، وبعد ما دبلت معايا هنزل باللحمة بتاعتي. اللحمة بتاعتي انا هنا 250 جرام من اللحمة. عايزة تعملي كمية اكبر، واللي يفضل تحطيه في الكيس وتحطيه في الفريزر تطلعيه لأي حشوة انتي عايزاها، في مخبوزات في مكرونة براحتك خالص. وهنقلب بقى كده وهنسيب اللحمة لحد ما اللون بتاعها يغير، وبعدين هنقلب. شايفين لونها غير، وهنقلب. وبعدين نحط التوابل بتاعتي بابريكا، فلفل اسمر، السبع بهارات وملح. وبعد ما خدت التوابل الجميلة دي ننزل بفلفل الوان، عندي احمر اصفر اي فلفل متاح عندك حطي. الفلفل ده بيدي تسكيرة للعصاج، بيبقى جميل جدا. وخلاص كده لحد ما الفلفل بتاعي يدبل، هنا عندي طماطمية انا بشرتها ومعلقة من الصلصة، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض. بعد الفلفل بتاعي ما دبل هنزل بربع كوباية من المية، وهسيبهم بقى يستووا مع بعض. شايفين خلاص كده العصاج بتاعي جهز، وريحته والواناته جميلة جدا. احلى واجمل حشوة هتعمليها. خلاص كده الحشوة بتاعتي جهزت. هنفضيها ببولة. وهنا بقى لو عندك اي جبن شيدر رومي، هنا عندي هنا متاح عندي جبنة موتزاريلا، يبقى الحشوة بتاعتي جبنة موتزاريلا والعصاج اللي انا عملته. اي جبن ميكس جبن عندك اعمليه. وخلاص كده احنا جهزنا الحشوة. يلا نشوف العجينة بتاعتنا اختمرت وبقت بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. يلا نبدأ بقى. حطينا العجينة بتاعتنا
على الرخامة او على مفرش سيليكون زي ما انا حطيتها كده، وهنبدأ نقطعها كور صغيرة قد حجم البرتقانة. واهم حاجة ان احنا نغطي العجين بتاعنا علشان ما يعملش قشرة وينشف العجينة. اول حاجة بقى احنا كده خدنا اول كورة وهنفردها. الحشوة بتاعتنا متاحة، عايزة تعمليها جبن بس، عايزة تعمليها شاورما، عايزة تعمليها بسطرمة، عايزة تعمليها باللحمة زي ما انا عملتها براحتك خالص. وبعدين هنفرد العجينة. العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة. وبعدين هنحط الحشوة بتاعتنا والجبنة الموزاريلا وهنقفل عليها بالطريقة دي علشان الحشوة ما تطلعش من بره. وهنلفها رول، وبعدين هنقفل الاطراف اللي ورا بالطريقة دي. هعمل واحدة كمان قدامكم. هنحط الحشوة والجبنة وهنقفل عليها بالطريقة دي، وهنجيب قطعة البيتزا وهنفضل نعمل شرايح شرايح، وهنيجي في الاخر ونقفلها بالطريقة دي. شايفين؟ وهنعمل كل الكمية بتاعتنا بالطريقة دي. عندك بسكينة، عندك بقطعة، قطعي وما توصليش لحد الاخر. وبعدين هنلفها ونقفلها بالطريقة دي. شايفين الطريقة سهلة وبسيطة جدا. وبعدين هنغطيها ونسيبها لمدة ربع ساعة لحد ما تختمر. واول ما اختمرت معايا الفطاير هنبدأ بقى نجيب صفار بيضة على معلقتين من اللبن، وهندهن وش الفطاير كلها بالطريقة دي علشان انت بقى لو عايزة هتحطي سمسم تحطي حبة البركة تلزق على الفطاير بتاعتك، وهتدينا اللون الذهبي اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. عايزة تعمليها بحليب بس اعمليها. انا هعملها بحبة البركة، لو انت عندك سمسم حطي سمسم عليها. وخلاص كده احنا هنوزع حبة البركة على الفطاير. وانا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، هنحطها على الرف الاوسط. وبعد ما طلعت معايا الفطاير باللون والطعم والريحة دي نغطيها بقى وهتسيبيها وهتاكلي احلى مخبوزات محشية بحشوة جميلة. يلا يا حبايبي استنوني في فيديوهات كتير ووصفات كتير. ما تنسوش تدعموني باللايكات والاشتراك في القناة.